السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتكم لا كويزين ماروكان، المطبخ المغربي، مع وصفة جديدة وفيديو جديد كالعادة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فطيرة التاكوس بطريقة جديدة ومغايرة تماما وصحية فيها الخضر. لأول مرة كيزور القناة، إلى عجبكم المحتوى فاشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. إذا نبداو إن شاء الله تقديم مقادير الوصفة ديالنا. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق نوعيه جيده، اولا 4 الكيسانات العنبه ديال الدقيق، خماره الحلويات، نص كاس ديال زيت المائده. عندي كذلك القليل من الملح للتنسيم حسب الذوق، وغنحتاج الحليب بودره سوانيدو او اي حليب بودره معتمد عندكم. وغادي نحتاج ملعقه من السكر الخشن اولا سكر سنيده والماء الدافئ باش نجمعوا العجين ديالنا. دونك ناخذ في بول اولا في قصريه الدقيق ديالنا، من بعد ما نغربلوه جيدا غادي نضيفوا له 2 المعالق ديال الحليب غبره وشويه ديال السكر سنيده حسب الذوق والملح للتنسيم وخميره الحلويات. نحاول انني نلبس الدقيق ديالي كله بالزيت جيدا حتى ينسجموا ليا جميع العناصر. عاد نبدا نضيف الماء الكافي باش نجمعه. فبالنسبه للماء كيبقى عينك ميزانك على حسب لا كونتيتي ديال الدقيق اللي غتستعمليها وعلى حسب عدد افراد الاسره. فبالنسبه لي انا فاستعملت نص كيلو ديال الدقيق داليه بحال هكاك، واحد 2 كيسان ديال الماء. دونك غادي نبقى نجمع الخليط ديالي جيدا ونحاول انني ندلكها باش ترطب ليا وما تبقاش قاصحه. من بعد درتها في كيس ديال الطبخ وغادي نخليها ساعه ديال المكانه بما ارتاحت. كومسا ما غاديش نحتاج انني ندلكها بزاف. فكيف ما غادي تشوفوا معايا فولات رطبه، سورتو ما دلكتهاش بزاف. من بعد ما خليتها ساعه ديال المكانه وغادي نرش شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل ونحاول انني نحربلها باش نقطعها دوائر صغيره ونشكلها خبيزات صغار ديال التاكوس كيف ما كتشوفوا معايا. فمن بعد ما غادي نقطعها غادي نبدا ندير دوائر على جنب وغادي نحطهم كذلك يرتاحوا. عاد غادي نرجع نكونهم وندير كويرات ديال التاكوس. دونك غادي نخليهم على جنب وندوزو باش نوجدوا الحشوه. فبالنسبه للحشوه فانا استعملت نص كيلو ديال الكفته. كذلك غادي ندير في التاكوس ديالي الخضر، فما نحاولوش اننا نبقاو نديروا نفس التاكوس غير بلي فخيت، نحاولوا ندخلوا فيه شويه الخضره سورتو لوليداتنا الصغار فكيجي رائع. جربوه ما غاديش تندموا. درت 2 البصلات مشلضين جيدا، 3 ديال الجزرات محكوكين في الحكاكه رقيقه، وغادي نستعمل شويه ديال الفلفل الاحمر والاخضر مشلضين جيدا، شويه ديال الزيتون والحامض مصير. فخديت انا نص حامضه مصيره. يمكن لكم تضيفوا كذلك الكورجيت اي خضر عندكم فكيجيو رائعين لاننا كنشحروهم فكيجيو هكا عاطين واحد البنه رائعه. يعني ما كيبقاش داكشي اللي دائما موالفين كنديروه. كيف ما كتشوفوا خديت عندي في مقيله درت شويه ديال زيت المائده وغادي نضيف الخضيره ديالي ونخليها تشحر على جنب على عافيه مهيله حتى تشرب المياه ديالها وطيب فيها. في هذا الاثناء بما تشحرات ديال الخضيره ديالي غادي ندوز باش نشكل الدوائر ديال الخبز ديال التاكوس اللي كيجي رائع ورطب ويعني كيجي ما كيجيش قاصح. فكيف ما كتشوفوا درت شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل وشكلت الكويرات ديالي. نحاول انني نجيب يعني ندورها جيدا باش تاخذ ليا شكل دائري. عاد غادي نحطها عندي في المقله، غنستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي. في هذا الاثناء بالنسبه للحشوه كيف ما كتشوفوا راها بدات كتشرب الماء ديالها. كنضيف التوابل اللي عندي، درت شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الملح، شويه ديال القزبر والمعدنوس. يمكن لكم تضيفوا جميع التوابل اللي كتحبوها، شويه ديال الزعتر كذلك اولا العطريه ديال الحوت هي كتجي رائعه في هاد لافارس. غنخليها تشحر على جنب وغادي ناخذ في مقله واحده اخرى غندير شويه ديال زيت المائده وغادي ندير الكفته ديالي طيب بوحدها. فبالنسبه للكفته انا كنفضل انني نطيبها في مقله بوحدها ماشي مع الخضره باش ما تطلقش ليا الماء ديالها فيها. دونك نطيبها كل حاجه بوحدها عاد نخلطهم من بعد. كيف ما كتشوفوا في هذا الاثناء غادي نبدا نضيف التوابل الكفته ديالي. من بعد ما قربت الطيب غندير شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال التحميره، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، وندير كذلك شويه ديال الحامض مصير. يمكن لكم كذلك تضيفوا بالنسبه لافارس ديال الخضيره
ديروا فيها شويه ديال التحميره كذلك، فكيبقى اختياري بالنسبه للتتبيله، كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، اولا معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك. كيف ما كتشوفوا انا من بعد ما طابت ليا الكفته تاعي غادي نحاول دابا نخلط العناصر جيدا، وغادي نضيف شويه ديال الزيتون للتنسيم. يمكن لكم كذلك تضيفوا الفرماج غابي، اولا يمكن لكم ديروا كذلك الليشو البورو، يعني بالنسبه لهاد لافارس كتبقى اختياريه. غادي نحطها على جنب وغادي ندوز باش نوجد معكم لاصوص بيشاميل، اللي غندير فيها شويه ديال الفرماج، كتجي صوص بيشاميل او ميم طون صوص فرماجي. خديت عندي هنا في كاسرول درت شويه ديال الزبده ودرت عليها معلقه ديال الدقيق، غادي نخلط جيدا وغادي نضيف شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار اولا شويه ديال الكوزه للتنسيم، وغادي نضيف الحليب، غادي نخلط جيدا حتى تحقاد ليا وتكون ليا لاصوص بيشاميل، وغادي نضيف عليها واحد 3 الفرماجات اولا الفرماج غوج غابي، وغادي نحطها على جنب باش نبدا ندهن بها الخبز ديال التاكوس. كيف ما كتشوفوا الخبز ديالي من بعد ما طاب، فغادي نبدا بالتزيين. دونك غادي ناخذ الخبز ديالي غادي نحطو فوق مقيله وغادي نبدا ندهن بلاصوص بيشاميل. يمكن لكم تدهنوا بلا مايونيز اولا بشويه ديال الكاتشوب مع لا موطارد، فبالنسبه لي صوص كيبقاو اختياريين، اولا لي صوص ديال التاكوس المعروفين الجيريان بيكي على حسب المتوفر عندكم. انا بغيت نحافظ على تاكوس يكون صحي فاستعملت غير لاصوص بيشاميل، وضفت لا فارس ديالي اللي عامره بالخضره وبالكفته، يعني كتجي صحيه اكثر. غادي نديرها فوق من لاصوص، وغادي نضيف شويه ديال الفرماج غابي، وغادي نسد الفطيره ديالي نحاول نضغط عليها من الفوق لانني شاعله على المقله. دونك غادي نديرها بلا الاله ديال البانيني، غنحاول انني نديرها فقط فوق المقله ديالي، غادي نضغط عليها حتى يلتصق ليا هذاك الفرماج مع الخبز ديال التاكوس. كيف ما كتشوفوا غنستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل لا كونتيتي اللي عندي. فبالنسبه لهذه درت فيها شويه ديال لا مايونيز كيف ما شفتوا، عاد درت شويه ديال الفرماج. فبالنسبه لا فارس كتبقى اختياريه. دونك فكره جديده واحده اخرى، فانا خديت عندي هنا في اللاطه درت البابي كويسون، حطيت لي تاكوس ديالي وغادي ندخل واحد الكميه للفرن باش تولي غراتيني هكا، كيجي تاكوس غراتيني او ميم طون بحال اللي كناكلوه في يعني في الزنقه، كيجي رائع. كيف ما كتشوفوا كتجي فطيره او ميم طون كتجي بيتزا اولا تاكوس. فهي فكره جديده تقدموها لوليداتكم الصغار اولا تديوها معكم للعمل، كتجي حاجه مغايره. كيف ما كتشوفوا هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. من بعد ما قدمتها زينتها بشويه ديال الكورنيشون لي طوماط سوريز اولا الفرماج، كتجي معلكه. هانتوما غادي تشوفوا معايا كتجي ديك لا مايونيز والفرماج ولا صوص بيشاميل كيجي معلك رائع. سورتو الخبز ديال التاكوس كيجي ناجح 100%. حاولوا انكم تجربوه. كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، فطيره ديال التاكوس على شكل جديد. الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بلي لايك وبالاشتراك، فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد ديال الوصفات. وشكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى التشجيع، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا